يمكن يعلم الزميل منير مكرم وبرضه الزميل محمود عامر فحوى هذه القرارات. هي قرارات خاصة بمديري الفرق المسرحية بالبيت الفني للمسرح. أنا بس هعلق على شيء واحد بس. قرار تشكيل اللجنة الوزاري لمدير البيت الفني للمسرح، تخيلوا يحمل رقم كام؟ هو يحمل رقم 739 لسنة 2014. بتاريخ كام يا أساتذة؟ هذا القرار بتاريخ 7/9. يعني 7/9 كان الدكتور جابر عصفور مطلع القرار رقم 769. السنة فيها 336 يوم وربع. 336 يوم. لا يا بيه 65. انا اسف، انا جاي من اسكندريه. يعني انا القصد لما يبقى القرار 769 7/9، يعني وزير الثقافه قاعد على مكتبه ومن 7/9 لحد نهايه السنه ممكن يكون طلع له 300 قرار، يعني 1000 قرار من الدكتور جابر عصفور. الصبح بيعمل قرار، بالليل بيلغي قرار. وانتوا كنتوا سالتوه شان نصر عبد المنعم ليه ولغى انتدابه؟ وزير الثقافه يحمل في جانبه عشوائيه للقرار، وانا لا اعلم. هذا رجل محترم واحنا بنقدره كاديب وكمثقف، انما النخبه اللي حواليه يا نهار ابيض 769 القرار ده نهايه اللجنه للساده المديرين. يحمل رقم كام؟ يحمل رقم 97 بتاريخ كام يا جماعه؟ 18/1. 97 ل 2015 بتاريخ 18/1. يعني 97 قرار في 18 يوم. القرارات دي بتخرج ازاي؟ وبتدرس ازاي؟ ومين اللي بيملي النقاط اللي فيها؟ لما يكون كان عندنا مستشارين للقانون محترمين، وانا اجل السيد المستشار الحالي، لما يكون موجود المستشار محمد لطفي وبعد منه المستشار محمد ابو الروس، جايين من مجلس الدوله فاهمين قرارات اداريه، ولما يجي يملي على الوزير بيملي بالقانون. انما المستشار الحالي وهو نجي القاضي الجليل حنا ناشد، ده راجل جاي من الجنايات، ده رئيس محكمه الجنايات. ده الدكتور سيد خطاب يحمد ربنا انه ما اتقالش في القرار يتم انهاء ندب الدكتور سيد خطاب واحالته للاعدام. اي منطق لما يكون مستشار قانوني في المجلس الدوله بيفهم قرارات ويصيغ القرارات بالقانون. ودلوقتي حاليا مستشارنا الحالي هو مستشار جنايات يا جماعه. يعني انا ما اعرفش يعني الصيغه القانونيه كل حنفيه القرارات دي بتاتي بمين. فانا يعني باعلن انضمامي للدكتور سيد خطاب وتحيزي الجليل لشخصه الكريم ولرجولته ولثقافته، وانا ادين هذا القرار بشده، واطالب السيد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوضيح هام لما يحدث من الدكتور جابر عصفور. الثقافه المصريه مش محتاجه كل الهرتله دي. احنا محتاجين قرارات في هذا التوقيت لصالح البلد، ومحتاجين اشخاص محترمين زي الدكتور سيد خطاب. انا مش عايز اقول لكم انا كواحد في البيت الفني المسرح الحمد لله فضل. انا اقول لكم على حاجه، اقسم بالله العظيم ما اعيشه الان من حياتي هو هبه من ربي من بعد جمعه الغضب. المهندس زياد بكير مات على ايدي في الثوره المصريه. احنا خدمنا البلد بما يرضي الله، خدمنا مصر بما يرضي الله. وشكرا للساده الحضور وللساده الزملاء. انا بس عايز استاذ ايمان السلفي معلش مش عايز اقاطع بس عشان عايز